شوف مصر، الكرة المصرية عندها خاصية غريبة جدا، احنا ما عندناش لا في تونس الجزائر لا المغرب. انتم ما عندكم شيء، كمل. لا قد تكون عندنا شيء صعيب شويه. لا انا اقصد في هذه البطوله. لا ولي المنتخب ما زال المنتخب ما زال المنتخب المغربي وما زال المنتخب موريتانيا يا عبد الكريم. لا عبد الكريم يحكي على تونس فقط، تونس والجزائر في خروج. طيب شوف، خاصيه غريبه موجوده عند الاهلي وموجوده عند المنتخب المصري. في دوري المجموعات يكون المردود كارثي، ثم سبحان الله ندخل في دور الثمانية و16 نتاع مقابلات الكأس والإقصائيات ويتبدل الوجه 180 درجة، ونوليو نشاهدوا منتخب نادي الأهلي في الكأس الأخيرة كان سينسحب في الدقيقة 90، ما هوش مترشح وضربة جزاء ضده ثم يترشح. أطهر الطاهر الهلال السوداني. إذا أنت في هذا الحديث والاستذكار أنت سعيد أم حزين؟ لا سعيد جدا. صاب. انا سعيد جدا. مؤشرات للتفاؤل كلها بطبيعه الحال. بالنسبه لي انا المغرب ومصر وموريتانيا هما سفرانا. صحيح. ومن يبقى منهم هو سفيرنا الاول، وانا كنت قلت اول ما بدينا المغرب هي سفيرنا الاول للامانه، لانه منتخب مصر ما قنعنيش، ولكن منتخب مصر دائما ما يخرج من دور المجموعات نكتشف فريق اخر. ممتاز. وهذا ما اتمناه. غدا نشاهد فريق اخر. طبعا انت مشجع لنادي الترجي. على طول توقع اي سؤال في المساء، توقع اي سؤال. تفضل يا احمد. اعترف هذه بتاع ميسي ورونالدو مع بعضهم.